هو ايه حوار فيلم ويجز الجديد ده؟ الموضوع بدأ بحفلة ويجز اللي اتعملت في العالمين، ومرة واحدة طلع معاها مسرح آسر ياسين وطارق عماد ومان السيد. طبعا هو عادي اي مغني بيطلع معاه نجوم، بس هنا اللي عمل ضجة ان ويجز نادى الممثلين باسامي مختلفة، نادى طارق عماد باسم سارة تقريبا، ونادى مان السيد باسم ليلى، حاجة زي كده يعني. الناس طبعا استغربت، فساعتها طبعا اعلنوا ان ده اول يوم تصوير لفيلم وتر واحد، فيلم من اخراج علي العربي. بس سمعت المخرج علي العربي ده عمل فيلم اسمه كابتن زعتري تقريبا، واجتهد فيه وقعد سنين يحضر له ويصوره وبتاع، بس انا ما اعرفش، ما شفتش فيدباك حلو او وحش عنه يعني. فبصراحه بكل صراحه يعني حته الحفله وانه طلع مغني بقى، دي مش مؤشر يطمني خالص. انا ليه تجارب مؤلمه مع الحاجات دي او مع الادوار دي او مع الاسلوب ده بشكل عام. انتوا عندكم مثلا فيلم بحبك وانا كمان بقى مصطفى قمر، فيلم علي سبايسي بتاع حكيم والحاجات دي، حاسس ان انا خايف. انا اول ما شفت الصوره وقالوا المشهد من فيلم ومش عارف ايه وبتاع، انا قلت ربنا يستر، فربنا يستر بجد يعني. وفي الاخر ممكن يطلع حاجه جامده، ممكن يعني، برضو مش هنحكم على حاجه لسه اصلا ما شفناش عنها حاجه غير المشهد بيتصور وبس كده. اكتبوا لي رايكم في الكومنتات. سلام.